جايين نفتح على الباكج الافضل في التاريخ. بس البترفيت كده صلى بسم الله وعمل لايك وفولو. ابدأوا كده في حساب معانا في فتحة ام خصم اللي هي 10 لعيبة ب 500 كوين، وفي افضل اتنين في العالم كريستيانو رونالدو وميسي. فهل هيقتل حد منهم الفيديو ده ولا لا؟ هتلاقي بدايتها مش لابد كده، يعني اول 500 بهايلايت. طب فين الحظ الاسطوري بتاع الفيديو اللي فات؟ عشان باكج 250 لاعب يعني تقرفون. انا ذكرياتي مع باكج 250 لاعب، باكج ابراهيموفيتش وباكج هازارد، ذكريات مش ولا بد، مش عايز اكررها بقى في الفيديو ده. لا هتتكرر يعني، لما مش طالع النهارده الا بجلطه تقريبا، مش هيطلع لي حد حتى 200 كوين. انا ما اتوقعش انه يطلع حد يعني، لان نهايه كده مش هيطلع حد يعني، معروفه لما بيطلعليش من اول مره فخلاص انسى، لازم اصرف بقى فوق ال 5000 كوين ولا حاجه. النهارده لا وكمان لو ما طلعناش في الفيديو ده لسه في الفيديو الباكج ده مش هيتساب الا لما يتحل بحلب ان شاء الله. اول حساب الحمد لله ما طلعناش حد. تاني حساب بقى يعني على الاقل يطلع لنا. انا بص، انا عايز كريستيانو او ميسي او نيمار، فانت يعني شوف لي حد من الاثنين وطلعوا لي الباكج ده معانا الغلط يعني وكمان لو طلعنا حد هيطلعنا لعيبه من التاني مش كريستيانو او ميسي. انا عايز كريستيانو او ميسي، طيب حتى طلعوا لي في الفيديو ده حتى في حساب الفتحه ام 500. طب الفتحه اللي هو تعتبر 900 كوين، بس عايزين لاعب واحد بس، لاعب واحد. يوه يعني هو طلبت لاعبين ولا 3 لعيبه في باكج واحد؟ اقول لك عايز لاعب من التوبات بس. تليفونات تخيل فتح ب 10 لعيبه، اقوى لاعب فيهم رونالدو. يعني شفت الحظ يا الفل لنا 200 كوين يعني. الفتحه ام 10 لعيبه طلعت لنا حد عشان نبقى متفائلين في فتحه اللي هي ابو 100. انت انسى خلاص، انت خلاص الحساب ده مش هيطلع في حد. كل سنه بجيب ميسي والله، من ساعه ما لعبت اللعبه ميسي بيجي لي، اما اخر سنه اللي لعب ميسي ال 110 ده ما جاليش، فانا مش هضيع ال 111 ده اكيد يعني. ان شاء الله يجي لي. افتح لي المجانية يا ابني، ممكن تلفق فيها ولا حاجة. يا سلام يا سلام، ظبطت أخيرا، ظبطت. الحظ وحش. تعالى كده افتحها بقى أول فتحة ب100 ونسخنه كده زي ما اليوتيوبر بيعملوا. ما تلاقيش حد عادي يا جدعان، عاد لسه فتحة ب 500 ما فتحتش 100 كمان، فيها إيه يعني؟ تسخين يا جدعان، تسخين. ما طلعش حد يا عم، عادي يا عم، دي تسخين، لسه ام 500 ما فتحناش. افتح لي بقى ام ال 500 دي وشوفها بتجيب لنا مين. شوف لنا وهو ميسي بيطلع، وشوف هو كريستيانو بيطلع، ويا رب بقى بيك تايم بقى ده. شكلها يا جدعان شو تايم، لا شو تايم يعني مين؟ نيمار. وطلع لنا النيمو الرقاص، يعني احلى لاعب بيراوغ في اللعبه يعني. انسى بقى اللي جاي بقى، بس احنا عايزين كريستيانو برضه او ميسي. تفتكر بقى اخر فتحتين بتجيب حد ولا كفته يعني؟ ما دام يطلع لك حد لحد ما يطلع لك التاني لازم تصرف كتير. بس احنا ان شاء الله هنخسر القرار ده بعد كده ان شاء الله. ممكن مش في الحساب ده، ممكن في حساب تاني. واخر فتحه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما طلعش حد معقوله. تعالى لي من 700 كوين تقريبا او 800 كوين. نيمار كويس. الحساب اللي طلع فيه الاسطوره النيمو يعني حساب، وهو بس حساب ناقصه مدرب. انا شايف كده في خلط وفي لعيبه جامده كتير زي ما انتوا شايفين. الحساب فيه زي 5 لعيبه مش مجانيين يعني، ولاعيبه جامده، وحساب ان شاء الله في المستقبل هيكون افضل وافضل. انا الحساب التاني برضو فيه 500 وفتحه مجانيه. افتح لي كده بقى الفتحه المجانيه، ملكش حد يعني كالمعتاد يعني، مش جديد على اللعبه. فتحه بقى ام 500 تجيب لنا حد حلو جميل اسطوري كريستيانو وميسي. ده بقى دي بقى لو جبت لي حد غير دول بقى ففيها كلام تاني يعني. لو مثلا هات لي يا عم لوكا مودريتش، هات لي الواد يعني، بقول هات لي وفي الاخر يطلع لي لاعب ارجنتيني هايلايت سي في. مين الاخ اوتاميندي ده ولا مين؟ اوتاميندي يعني. الراجل ده عنده كام سنه يا جدعان؟ يلا يعني حساب تالت ورابع وخامس لحد ما يطلع لنا الاسطورتين دول يعني. اول فتحه مجانيه ونقول بسم الله، ما فيهاش حاجه كالمعتاد يعني. ومعنا هنا بقى الفتحة أم 500 بس. أنا بقى نفتح 500 نفتحوا الفتحة المجانية بتاعت الباكج الإيبك ده. أي لاعب من الباكج ده مثلا هيجيلي هيفيدني، فأتمنى مثلا يا عم أجويرو يعني. شكله الحارس يا جدعان، الحارس سيمان حارس الأرسنال. والله ناس كتير بتقول حلو، ولكن أنا مش مقتنع بيه الصراحة. أم 500 وآخر فتحة تقريبا في الفيديو، فأتمنى تبقى ختامها مسك ويطلع لنا مثلا دبل ولا حاجه من ضمنهم كريستيانو او ميسي، عشان الدنيا تحلو كده. ودي ايبك، دي ايبك، ولكن شكلها نيمار تاني. ان انا مش نيمار ده هينادي على حد. هتنادي على مين؟ يا رب كريستيانو، يا رب ميسي، يا رب كريستيانو.
نيمار يا جدعان كويس والله العظيم نيمار. لا ده مش نيمار، ده الواد ده رودريجيز بتاع ايوه رودريجيز، هو عنده البليتز كيرلر وبيوصل 106 واخر حلاوه والله العظيم يا جدعان. لا هو لاعب جامد يعني، هو تقريبا رابع احسن لاعب في الباك يعني، كريستيانو وميسي وبعدين نيمار وبعد كده هو. بالنسبه لي انا يعني مش يعني ماليش دعوه براي الناس، انا بالنسبه لي هو ده الترتيب، هو ده في حساب كويس جدا في كاسيميرو وفي بالدي يعني هيبقى تالتهم وهيبقى اسطوري بالبليتز كيرلر. بس كده يكون وصلنا نهايه الفيديو، مش هتعمل لايك فولو صلى على النبي وتشكروا الله، واشوفكم الفيديو الجاي.